إذا نزلت عليك مصيبة أو جاءك بلاء أو ضاقت عليك الأمور أو تعسرت، فتذكر أنها بتقدير الحكيم. الحكيم جل وعلا ما قدر عليك هذا الأمر إلا لحكمة أرادها الله. لما فقد نبي الله يعقوب عليه السلام أحب أبنائه يوسف صبر، ثم بعد سنوات فقد ابنه الآخر بنيامين وأيضا صبر. لكن ماذا تذكر يعقوب عليه السلام؟ تذكر أن الله عز وجل الحكيم هو الذي قدر عليه هذا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ربنا جل وعلا حكيم، ما قدر عليك هذه المصيبة وما أنزل عليك هذا البلاء إلا لحكمة أرادها الله، فاصبر واحتسب. ربما لا تعقل الحكمة الآن ولا تفهم المغزى الآن، ليش يصير فيني كذي؟ لا تقل ليش، لأن الحكمة قد تخفى عليك، وقد يكون في هذا الأمر خير أراده الله عز وجل لك. حتى يوسف عليه السلام لما في النهاية تجمع إخوانه عليه كم أصابهم من البلاء، بلاء كثير وطويل جدا. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. دائما تذكر أن وراء هذه المصيبة حكمة يقدرها الله جل وعلا. الناس يؤمنون بأن الله عز وجل هو الحكيم، لكن الغريب من أمرهم أنهم لا يلتزمون بشرعه الحكيم. يقرؤون القرآن يعلمون أنه الكتاب الحكيم، الله وصفه أنه حكيم هذا القرآن، وللأسف يقرؤون أليس الله بأحكم الحاكمين، ومع هذا لا يلتزمون هديه ولا شرعه إلا من رحم الله جل وعلا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. القرآن أحكم كتاب أحكمه الله جل وعلا، أحكمه الحكيم. فمن الإيمان بالحكيم أن نلتزم بهذا القرآن بأوامر الله عز وجل ونواهيه. كل أوامره حكمة، وما نهانا عن شيء إلا لحكمة من الحكيم جل وعلا. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. أحيانا قد لا نعرف الحكمة من حدث ما في الأرض، ولكن تأكد أن الله عز وجل حكيم، لا يقدر شيئا إلا لحكمة قدرها ربنا جل وعلا. الصحابة لما صدموا بمنعهم من زيارة البيت الحرام وحصل ما حصل في صلح الحديبية تضايقوا، وما كانوا يعلمون أن في هذا الصلح خير عظيم، حتى قال الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا في صلح الحديبية. نعم قد تخفى علينا الحكمة، لكن لا بد أن نفهم أن الله عز وجل حكيم. بعض الناس قد يتساءل ليش يصيبني هذا المرض؟ ليش يصير فيني كذي؟ ليش هذا الدين؟ ليش فقط هذا العزيز أو القريب؟ الله عز وجل حكيم. قد تخفى عليك الحكمة، لكن تأكد وارضى وارتاح ونم مطمئنا، لأن الله عز وجل حكيم في قدره، حكيم في أمره، حكيم في شرعه، حكيم في كل شيء، ليس في تدبيره خلل ولا زلل. لما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم، الملائكة سألت واستفسرت ليش الجن كانت تقتل وتسفك الدماء. لما علمهم أنه يعلم ما لا يعلمون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم نحن نؤمن بأن الحكيم
لن يقدر شيئا إلا وفيه حكمة، بل السماوات والأرض ما خلقها الله عز وجل إلا لحكمة، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، إنها حكمة ربانية إلهية، حكمة أن ينفصل هذا عن هذه، هناك حكمة أن يموت هذا ويبقى هذا، هناك حكمة أن يغتني هذا ويفتقر هذا، لكن قد تغيب عنا أحيانا. الحكيم جل وعلا يؤتي حكمته من يشاء. أفضل وأحكم خلقه أنبياؤه، ثم يعطي ويؤتي الحكمة من يشاء، وهنيئا لمن أعطاه الله عز وجل شيئا من حكمته. نعم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم، الحكمة فقط من الحكيم جل وعلا. هنيئا هنيئا لمن أعطاه الله عز وجل شيئا من الحكمة. وتأتي الحكمة في القرآن بمعنى السنة، فالسنة كلها حكمة، كيف لا؟ وقد أعطى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من الحكمة ما لم يؤت أحدا من العالمين. الحكيم شرعه حكيم، أمره حكيم، قدره حكيم، فعله حكيم. كل ما يحصل في الأرض اليوم لحكمة أرادها الحكيم جل وعلا. اسم من أسماء الله عز وجل، ما أعظم هذا الاسم لو آمنا به، وما أجمل أثره لو استشعرناه. الحكيم جل جلاله. الله يا